شهدت جهة الرباط سلا القنيطرة تنظيم المؤتمر الجوي الأول للمنظمة المغربية للكشافة والمرشدات تحت شعار الجوية المتقدمة رافعة للتأهيل الكشفي وتنمية القيادات، وذلك في محطة تنظيمية هامة تروم تعزيز العمل التربوي والتطوعي. ياسر العمراني وعبد الرحيم فيلول. هذا المؤتمر الجهوي الأول للمنظمة المغربية للكشافة والمرشدات شكل مناسبة لتقييم حصيلة الأنشطة السابقة واستشراف آفاق العمل الكشفي على المستوى الجهوي بما يتماشى مع التحولات المجتمعية والتحديات الراهنة. احنا تنآمنوا باللامركزيه ولا تمركز، فجميع الاطر ديال المنظمه ولا ديال الجامعه غادي يشتغلوا في هذا الاطار باش تكون القوانين ولا المؤسسات ينطلق من الجهه الى المركز حتى يكون انتشار وتكون الحركه الكشفيه متواجده في جميع انحاء المملكه. وعلى هامش هذا اللقاء تم التأكيد على الدور المحوري للحركة الكشفية في تأطير الأجيال الصاعدة من خلال غرس قيم الانضباط وروح المسؤولية والعمل الجماعي إلى جانب تعزيز ثقافة التطوع وخدمة المجتمع. اليوم عندنا الجمع العام ديال الجهة اللي غنحاولوا فيه نخلقوا واحد الهيكلة اللي هي ماشي جديدة وإنما كانت من قبل كانت واقعية، اليوم غتولي قانونيه واحد الاطار ديال المؤتمر، وفي نفس الوقت نخلقوا مجموعه من المفوضيات جهويه. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في سياق دينامية متواصلة تعرفها المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات، والتي تسعى إلى الارتقاء بأدائها التربوي والتنظيمي.